قبل الانطلاق، فتجميع المعدات وتعقيمها أمر ضروري. فريق مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مهمة روتينية. المكان إحدى وحدات تجميد وتحويل المنتجات السمكية. عملية التتبع ومراقبة جودة المنتوج تبدأ من أول حلقة، هي استقبال الأسماك إلى غاية آخر مرحلة وهي التعليب وظروف التخزين. هذه العينات التي يتم أخذها من طرف المصلحة البيطرية للداخلة يتم إرسالها إلى مختبر الأبحاث الجهوي بمدينة العيون، وهكذا فإن المصلحة البيطرية تقوم بتتبع شامل من المنبع اللي هو الميناء إلى عملية التصدير. هذه الوحدات الصناعية بدورها تتوفر على نظام داخلي للجودة وفق معايير تمليها مؤسسات وطنية وأجنبية حتى تتمكن من إيصال منتوجاتها إلى الأسواق الداخلية والخارجية. نظام مراقبة الجودة داخل وحدتنا الصناعية يبدأ من استقبال المواد الأولية بما فيها التوابل والمواد الأخرى إلى غاية المنتوج النهائي. بطبيعة الحال نقوم بتحاليل مخبرية لمكونات الأسماك والمنتوجات النهائية بما في ذلك التحاليل البكتيرية للمواد المجمدة. نظام تتبع الجودة إذا ما تم الاحترام ديالو من طرف المقاولة المصنعة اللي كتنشط في مجال التثمين وتجميد السمك، غادي يعطي للمنتوج المغربي قدرة على التنافسية سواء على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي. وفرة إنتاج السمك بالداخل الذي يفوق 600 ألف طن سنويا والتوجه نحو الأسواق العالمية يحتم على الفاعلين في القطاع توخي أعلى درجات الجودة ضمانا لسمعة المغرب وتنافسية منتجاته.